في يوم عرفه يا بنتي ويا اختي ويا حبيبتي ويا صاحبتي، ده يوم عباده، يوم ربنا بيحقق فيه معجزات الدعاء كلها، يوم الرحمات، يوم النفحات كلها، يوم العتق من النار، مش يوم تنظيف البيوت ابدا، اجله، ولا يوم اتساقط العيد بكره عشان اروح، مش ولا الكلام ده. البسي نضيع حاجه حلوه وبتاع ومكويه، ده ما عملتيش ليه من قبليها، ما عملتيش ليه من قبليه، ولا يوم للنوم، اصل احنا صايمين بقى وتعبانين ابدا. اوعي تضيعي فرصتك، اقعد اروق ولا اقعد انفض ولا ترتيب البيت ولا الكلام ده، اوعي تعملي الكلام ده، لا، خلي الاستعداد دي قبل العيد خلاص، مش دلوقتي، بعد العيد مش مشكله، خليه بعد العيد وبيعملي اللي انت عايزاه، لكن يوم عرفه لا. يوم عرفه ده من اول ما يبتدي الفجر لحد المغرب بالنسبه لك هو وقت اقول الوقت اللي فعلا تمسكي فيه بايديكي واسنانك عشان تدخلي جنه. طيب البنات اللي ما بيصلوش، اللي عندها الحيض والكلام ده، يا جميلات يا حبيبات القلب، الاجر بالنيه ان شاء الله، وعبادتك هي ما فيهاش مش منقوص الا الصلاه والصوم، هتعملي كل الحاجه، هتقري القران من الموبايل، تمام كده، او تمسكي المصحف بحائل، السبحه معاكي اهو بتسبحي، الذكر، التكبير، الاستغفار، نصيبك من الدعاء، لسانك لا يفطر من الدعاء، بتعملي كل الحاجات، كل الطاعات والقربات بتعمليها، فضل ربنا واسع. وقت الصلاه بس هتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، تروحي المصلى وانت متوضيه وتقعدي تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الصلاه، بس كل العبادات والتوصيات اللي احنا قلناها انت هتعمليها اصلا ما عدا الصلاه. ميثاق لدخول الجنه يوم عرفه، ميثاق لدخول الجنه. انا عايزه اضيف لكم اخر هديه عشان نختم قبل ما يقفلوا علينا. هديه النهارده، هديه الحلقه، وقول ازاي تخش الجنه بكل بساطه. دعاء نبوي احفظوه كرروه، بكره ان شاء الله ناخد ثوابه واياكم. بسيط جدا جدا، البشاره بتاعته رهيبه، دخول الجنه. حديث اللي هو بتاع ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فاطر السماوات والارض، اكتبوا: اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، اني اعهد اليك في هذه الحياة الدنيا، عهد بينك وبين ربنا وحاجة هتتقفل، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، إنك أن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر، اللهم لا تكلني إلى أنفسنا طرفة عين وتباعدني عن الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك يا رب، فاجعل لي عندك عهدا توفيني إياه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. بس إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إلا قال الله عز وجل يوم القيامة للملائكة: إن عبدي عهد عندي عهدا فأوفوه. مين يوفي العهد أكتر من ربنا؟ الله. فيدخله الله عز وجل بس. والله. فبقول: قال سهيل فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عونا أخبرني كذا كذا كذا، اللي هو الحديث. فقال: ما في أهلنا، بصوا، جارية بنات الصغيرة إلا وهي تقول هذا في خدرها، بتقول الكلام ده وهي صغيرة أصلا، حديث صحيح رواه أحمد. شفتوا ايه اللي كان البنات الصغيرين الصبايا الصغيرين بيعملوه هم لسه صغيرين؟ اخر وصيه ليكم: بعدوا التليفون والنت عنكم، نهار بكره مفيش لا نت ولا تليفون ابدا، هيضيع عليك وهيفسد عليك وما استفدتيش منه اصلا اي حاجه، ولا اي موقع ولا كلام كله يعمل. طب قوم اعمل بدل ما انت قاعد تكتب ولا تقرا، قوم اعمل. اليوم زي ده هتخسري حاجات كتير جدا 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 لو انت قعدتي على النت، لا، هتخسري تركيزك، هتخسري خشوعك، هتخسري حضور قلبك. بلاش النت اليوم ده خالص، اقفل بالنت والبنات وكله، فجر المغرب، وبعدين هنوا الناس بعدين. جربوا العزله كده والانس بربنا في اهم يوم من حياتك، في اهم يوم، ويعني يا خساره ويا خيبه امل ويا حسره قلبه اللي يفرط في دقيقه من بكره ان شاء الله، يا رب ما نفرط فيها، قولوا امين. ويا فرحه قلبك ويا هناكي ويا سعدك يا اللي استغليتي اليوم ده. اوعي تنسوني في الدعاء، انا وانتوا يا رب يجعلنا يا رب يعني من اصحاب الفوز بيوم عرفه، قولوا امين. وما ننساش بعض في الدعاء وللصالحين، اللهم امين.